عايزين نعرف من حضرتك النهارده إيه هو السلس البولي وليه بيحصل؟ السلس البولي ده عنوان كبير أوي بيندرج تحته زي ما نقول كده عدم القدرة في التحكم في البول نتيجة أي سبب من الأسباب، وطبعا في أنواع كتير، إنما هي المحصلة إن خروج البول من الجسم بعدم سيطرة أو عدم قدرة المريض على منعه. ممكن حضرتك توضح لي إيه الأعراض الشائعة للسلس البولي؟ أكتر الأعراض الشائعة للسلس البولي حدوث رغبة في التبول شديدة وغير قادر على السيطرة عليها، بتؤدي إن الواحد ممكن البول يسبقه قبل ما يوصل للحمام، أو إن في بول يحصل تسريب مع الكحة أو العطس أو ما يجي يشيل حاجة تقيلة، ودي زي ما بنشوفها في بعض السيدات اللي بيحصل عندهم تكرر الحمل فترات طويلة أو ضعف في عضلات الحوض أو بعد بعض العمليات الجراحية. إزاي أعرف إذا كنت أنا بعاني منه؟ يعني الواحد نقدر يشخص السلس البولي او المريض يحس ان عنده سلس بولي لو هو في عنده صعوبة في السيطرة على الرغبة في التبول، ان هو في بعض الاحيان ممكن البول يسبقه بكمية كبيرة او حتى نقط بسيطة، او ان هو يلاحظ ان هو بيخش الحمام كتير جدا ومحتاج ان هو يقعد جنب الحمام على طول، والموضوع ده ممكن يؤدي ان هو يأثر على حياته وما يقدرش يمارس حياته الطبيعية بشكل طبيعي. دكتور مين أكثر عرضة للسلس البولي؟ هو في مجموعة من الأعمار كده ليها أكثر عرضة من السلس البولي، زي الأطفال الصغيرين اللي بيبقى عندهم مشاكل في التبول اللا إرادي، ده أحد الأنواع. السيدات في زي ما قلنا الحوامل، لأن الحمل ممكن يأثر بهرموناته على عنق المثانة، وكذلك السيدات اللي بيتعرضوا لولادات متعددة وخصوصا الولادة الطبيعية المتعثرة أو الطويلة، بالإضافة لبعض الرجال اللي عندهم مشاكل في البروستاتا أو عملوا عمليات معينة في البروستاتا. ممكن حضرتك توضح لي إيه الخيارات العلاجية المتاحة للسلس البولي؟ الخيارات بتبدأ من علاجات تحفظية زي تقوية عضلات الحوض، زي بعض الأدوية، زي التقليل من السوائل اللي بتحتوي على الكافيين، وبعض الأكل اللي بيزود احتقان المثانة زي الأكل السبايسي أو الأملاح الكتير، بالإضافة لبعض الأدوية اللي ممكن نستخدمها. وفي بعض الوسائل ممكن نتدخل بالمنظار وحقن بوتوكس في المثانة في بعض أنواع السلس البولي، أو رفع عنق المثانة جراحيا أو بالمنظار في بعض حالات سقوط عنق المثانة اللي بيؤدي للسلس البولي. تمام، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. عفوا. دكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والأنثى.